الفضول أحيانا بيكون مجرد رغبة في المعرفة، لكن أحيانا بيكون الباب الأول للمشاكل. السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. قصتنا اليوم قصة قصيرة وظريفة ومرعبة في نفس الوقت. قصتنا اليوم لا تتحدث عن شجاعة ولا عن بطل يبحث عن المجد، بل عن شخص ارتكب خطأ واحد فقط، وهو الفضول. لكن قبل ما نبدأ ما تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لتصلك كل القصص الجديدة. جهز قهوتك ويلا خلونا نشوف ممكن نهاية الفضول توصلك لوين. في قرية صغيرة يغطيها الثلج كأنها عروس ترتدي فستان أبيض، كان يسير وهو يعانق نفسه محاولا أن يسرق قليلا من الدفء لقلبه المرتجف. كان يلتفت بين الحين والآخر خلفه خائفا من ذلك الصمت الثقيل الذي يخيم على المكان، صمت كأنه كائن حي يراقبه وينتظر لحظة ضعف لينغض عليه. بعد مسافة قصيرة من المشي وقف أمام بيت كبير يحيطه سكون قريب ومرعب. بيت نوافذه وأبوابه كانت تئن مع هبوب الرياح كأنها تحاول سرد قصة قديمة لا يريد أحد سماعها. لم يكن هذا بيته، بل كان ذلك البيت الذي يتجنبه الجميع، بيت يقال إن من يدخله لا يخرج كما كان. وبالرغم من هذه التحذيرات قرر الدخول. أفكاره كانت تتصارع داخل رأسه كأنها شيطان خفي يدفعه نحو المجهول أو إلى التضحية دون سبب. تقدم بخطوات مترددة، شعر وكأن الأرض تهتز تحت قدميه. بدأت دقات قلبه تتسارع. انفتح الباب بهدوء مخيف، وقبل أن يتقدم خطوة سمع همس خافت يقول: لا تدخل، أنا أحذرك. شعر وكأن قلبه تحطم كقطعة زجاج، وتلاشت شجاعته تماما. لكن فضوله القاتل كان أقوى وتقدم. من الداخل البيت كان عادي لكنه مخيف، هدوء تقيل يملأ المكان، وخطواته كانت تصدر صدى صوت مزعج يتردد في الجدران. بدأ يصعد السلالم، وكل درج كان يصعده يصدر منه صوت مختلف كأنها نغمات من آلة موسيقية قديمة. وعند آخر درج سمع ضحك وصراخ وبكاء، وكل هذه الأصوات اندمجت مع بعض ثم نطقت كلها بصوت واحد: فات الأوان، ألم نحذرك يا ابن آدم. وفجأة عاد الصمت ليعم المكان. على الجدار كان في صورة لشخص ملامحه غير واضحة. اقترب منها ولاحظ انه العيون اللي في الصورة بتتحرك وتتابعه ببطء مخيف. عندما حاول لمسها شعر ببرودة مرعبة في جسمه، وفجأة انفتح باب الطابق العلوي وخرج منه ضوء أصفر باهت كضوء شمس أوشكت على الانتهاء. ومع اقترابه من الباب سمع خلفه شيء يتحرك. ما كان صوت مشي بل زحف على الأرض. سمع صوت من خلفه يقول: أخيرا وصلت، كنا في انتظارك. التفت بسرعة، لم يجد أحد. دخل الغرفة فوجد طاولة قديمة فوقها دفتر أسود. بدأ وكأنه مهجور منذ سنوات طويلة. اقترب وفتح الصفحة الأولى، لكن قبل أن يرى شيء انطفأ الضوء فجأة وغرقت الغرفة في ظلام مرعب. وفي قلب الظلام جاء صوت غريب جدا من أذنه: إذا فتحت الصفحة التالية لن تعود كما كنت. تردد للحظة ثم قلب الصفحة. كانت الصفحة فارغة، لكن بعد لحظات بدأت الكلمات تظهر وحدها كأنه في يد خفية بتكتب بالحبر قدام عيونه. وفجأة يظهر قدامه عنوان مكتوب بخط عريض: الموجود في هذه الصفحة هو أنت. ثم ظهرت رسومات، رسم له هو شخصيا من أول ما دخل البيت، ورسم وهو يصعد السلالم، ثم آخر رسمة كانت وهو يقف أمام الصورة. كل خطوة خطاها كانت موثقة، وكأنه أحد كان يراقبه من اللحظة الأولى الدخل فيها البيت. ثم بدأت الصفحات تتقلب وحدها حتى وصلت إلى الصفحة الأخيرة، كان مكتوب عليها تاريخ اليوم وتحتها جملة واحدة فقط: آخر من دخل هذا المنزل اختفى. فجأة شعر بشيء يقترب من خلفه. التفت بسرعة، لم يجد شيئا. رجع ينظر إلى الدفتر بخوف، فاختفت الرسومات والكلمات فجأة، وظهرت جملة واحدة مكتوبة بخط عريض: القصة اكتملت. وفي نفس اللحظة اختفى صوته واختفى صدى خطواته واختفى هو نفسه داخل المنزل. تلاشى كأنه لم يكن موجود. لم يبقى في الغرفة سوى الدفتر الأسود الذي انقلق وحده ببطء وهمس بصوت خافت يتردد في الفراغ بانتظار القادم. ويبقى هذا التحذير لك عزيزي المشاهد: لا تجعل الفضول يقودك إلى التهلكة، فبعض الأبواب إن فتحت لا تغلق أبدا. فالفضول أحيانا نهايته تكون عمر كامل. ولو حسيت إنه في يوم إنك لازم
لازم تعرف شيء معين، اسأل نفسك أولا هل تقدر تتحمل اللي بيحصل لك ولا لا. فعشان كده اختار طريق السلامة دائما وأبدا، وخلي الفضول واقف عند حده. ولحد هنا تكون انتهت قصتنا، ولو وصلت لآخر الفيديو ما تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لتصلك كل القصص الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.